كل ممثل احنا بنشوفه على الشاشة وراه حكاية محدش يعرف عنها حاجة، وكان ممكن جدا ما تتحكيش لو الإنسان ده استسلم من البداية. أنا حسيت إني أقدر أبقى ممثل. هتمثل يا خيبتك يا ابني، انت فاكر نفسك مين يا ابني؟ عبد الغفور البرعي ولا شحاته ابو كف؟ يعني انت جاي مصر عشان كده؟ يا ابني انت عبيط. يا فرحة امك بيك يا هتبقى ايامك سودة. أصعب حاجة إنك ما تاخدش فرصة عشان تفشل أو تنجح. طب يلا يا حبيبي اللجنه روحوا، يلا روح مثل عند امك. قبل ما نشوفه نجم على الشاشة والناس بتتكلم عنه، كان مجرد حلم في أول الطريق ما بين صوتين، صوت بيقول له هتوصل صدق نفسك، والصوت التاني بيهمس اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة. النهاردة هنعرف حكاية ممثل كل الظروف كانت ضده، ولكن بالرغم من كده قدر يوصل ويحقق هدفه. معانا ومعاكم الوجه الجديد في السينما، الموهبة الشابة الصاعدة بجدارة، أحمد غزي. للنجم احمد غزي. احمد غزي، استاذ احمد غزي. أحمد غزي. احمد غزي، استاذ احمد غزي. أحمد غزي فنان الشاب اللي عنده قدرة وعنده كاريزما. النجم الحريف أحمد غزي. احمد غزي، أحمد غزي. احمد غزي وجه صاعد. احمد افندي غزي. يعني معلش ما تزعلش مني لما اقول لك انك يعني نموذج لحد هيبقى فنان كبير. يعني أحمد وهو ساكت راكب شخصية. فأنا مش هتكلم كتير. أحمد غزي يا جماعة، أحمد غزي اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا. أهلا بيك.